الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جماعة النهاردة إن شاء الله بإذن الله هنعمل كوريكشن للهوم ورك بتاع نيوتن سكند لو. نيوتن سكند لو بيتكلم عن إيه؟ نيوتن سكند لو بيقول إن the rate of a change of the momentum proportional to the mass acceleration. بمعنى إن القوة المؤثرة على الجسم، القوة الخارجية المؤثرة على الجسم هي اللي بتغير حركته أو معدل تغير حركته. يعني الفورس بتساوي ماس اكسلريشن، أو بمعنى أصح سيجما فورسز بتساوي ماس اكسلريشن. كلمة سيجما فورسز بتساوي ماس اكسلريشن بتتمثل في إيه؟ بتتمثل في قوة إيجابية أو قوة سلبية. قوة بتساعده على الحركة، أو قوة بتعوق الحركة، أو قوة بتساعده وبتعوقه في نفس الوقت. يعني ممكن تكون قوة إيجابية أو ممكن تكون قوة سلبية أو ممكن تكون قوة إيجابية وسلبية في نفس ذات الوقت. سيجما فورسز بتساوي ماس اكسلريشن. وحدة قياس القوة زي ما انتم عارفين إن القوة أساسا بتتقاس بالنيوتن أو بتتقاس بالكيلو جرام ويت. علشان احول من نيوتن لكيلو جرام ويت بقسم على 9.8، والعكس صحيح. لما احب احول من كيلو جرام ويت لنيوتن بعمل تايمز 9.8. تمام. ده في حالة ان الجسم بتاعنا الكتلة بتاعته كانت بالكيلو جرام والاكسلريشن بتاعتنا متر بير سكند سكويرد. طب في حالة ان الكتلة بتاعتنا بالجرام والاكسلريشن سنتيمتر بير سكند سكويرد، القوة ساعتها هتتقاس بحاجة اسمها داين او بتتقاس بالجرام ويت. وعلشان احول من داين لجرام ويت بقسم على 980، وعشان احول من جرام ويت لداين بعمل تايمز 980. دي وحدة قياس القوة اللي موجودة عندنا. طيب يلا بينا نشتغل شوية مسائل مالتيبل تشويس نسخن بيهم الدنيا شوية. جماعة احنا عندنا الهوم ورك بتاعنا في اول حاجة بيج 72 و MCQ questions رقم 1. بيقول لي the force acting on a body of mass 1 كيلو جرام to move it with acceleration 1 متر per second squared is called what؟ كيلو جرام متر per second squared. I think ان الكلام بتاعنا ده عبارة عن مين؟ قال لي عبارة عن نيوتن، على اساس ان كل 1 نيوتن بتساوي 1 كيلو جرام متر per second squared. رقم 2 بيقول لي 1/7 جرام ويت بيساوي كام داين؟ يا شباب ما انا بقول دلوقتي عشان احول من جرام ويت لداين بعمل تايمز 980. يبقى علشان احول من جرام ويت لداين يبقى الرقم بتاعي ده هعمله تايمز 980. طيب 1/7 مش محتاجة كالكليتر ولا حاجة. 1/7 تايمز 980 بتساوي كام يا جماعة؟ بتساوي 140. طيب في حالة ان انا عاوز احول من داين لنيوتن، خلي بالك هو المفروض من نيوتن لداين الكتلة هنا بالكيلو جرام هنا بالجرام، يبقى المفروض بعمل من الكبير للصغير يبقى تايمز 1000، ومن متر لسنتيمتر يبقى تايمز 100. يبقى المفروض دول كام صفر يا جماعه؟ 5 اصفار. يبقى من كيلو جرام متر بير سكند سكويرد لجرام سنتيمتر بير سكند سكويرد، من كيلو لجرام 1000، من متر لسنتيمتر 100، يبقى من نيوتن لداين يبقى المفروض بعمل تايمز 10 للباور 5، ومن داين لنيوتن هعمل ديفايدد باي 10 باور 5. انت عايز ايه؟ قال لي انا عاوز احول 9.8 تايمز 10 باور 6 داين بيساوي كام نيوتن؟
هو المفروض الرقم بتاعك ده بالداين عاوز تحوله بالنيوتن، يبقى هتقسمه على 10 باور 5. يبقى الرقم بتاعك ده لو قسمته على 10 باور 5 عندك 10 باور 6 و10 باور 5 يدي لك 10 بس. 10 تايمز 9.8 يدي لك كام؟ يدي لك 98. which choice رقم مين؟ رقم السي. سؤال 4 بيقول لك ايه؟ بيقول لك a force of magnitude 6 كيلو جرام weight. يبقى انا عندي دلوقتي قوة بتساوي 6. طب كيلو جرام ويت حولها لي لنيوتن، يبقى هتعمل تايمز 9.8. بيقول لي acted on a body and move it with an acceleration of magnitude. عندك الاكسلريشن بتساوي 4.9 متر بير سكند سكويرد. الكلام هنا بالنيوتن والكلام هنا متر بير سكند سكويرد. then the mass of this body equal لكام؟ ما انت عارف ان المفروض ان القوة بتساوي mass acceleration. طب القوة بتاعتك عبارة عن 6 تايمز 9.8 بتساوي الكتلة تايمز الاكسلريشن بتاعتك عبارة عن 4.9. يبقى معنى كده ان الكتلة بتاعتك هتساوي، هتاخد الرقم ده توديه الناحية التانية بالديفايدد، يبقى 6 تايمز 9.8 divided by 4.9 يعني الكلام equal ل 12. which choice رقم مين يا جماعة؟ رقم البي. سؤال رقم 5 بيقول لك ايه؟ بيقول لك a body of mass m، كتلة بتساوي m moves under the effect of the two forces F1 and F2. ثانية واحدة، القوة الأولى بدلالة الآي والقوة الثانية بدلالة الجي. يبقى معنى كده إن القوة الأولى عايز أكتبها لك بالراحة وعلى مهلك كده، F1 بتساوي 4MI. الإف واحد فيكتور equal 4M in direction of الآي. والقوة الثانية بيقول لك 3MG. الإف 2 فيكتور equal 3M in direction of الجي. قال لك then the magnitude of the acceleration بتساوي كام؟ عاوز الاكسلريشن بتاعتنا بتساوي الكام؟ مبدئيا يا باشمهندس كلمة I يبقى معناها 4M كوما ومفيش جي يبقى 0. كلمة 3MG معناها ان في اتجاه الاكس ب0 وفي اتجاه الواي ب3 الام. يبقى معنى كده سيجما فورسز بتساوي لما اجي اجمعهم هيبقى عباره عن 4 ام 0 زائد 3 ام يدينا 3 الام. يبقى معنى كده نورم سيجما فورسز بتساوي سكوير روت اوف الرقم الاول باور 2 ب 16 ام باور 2 زائد الرقم الثاني باور 2 ب 9 ام باور 2 هيدي لك سكوير روت اوف 25 ام باور 2 يعني بيساوي 5 ام. ده مين ده؟ ده النورم، ده المقدار بتاع القوه. اساسا مقدار القوه بتاعك بيساوي ماس اكسلريشن. عظيم. طب هو المفروض الكتله بتاعتك هي يونت ام. بيقول لك a body of mass m. يبقى معنى كده ان القوه بتساوي ماس اكسلريشن، يبقى معنى كده ان القوه بتاعتك عباره عن 5 الام بتساوي ام ايه، الام تروح مع الام يبقى الاكسلريشن بتاعتك بتساوي كام؟ بتساوي 5. يبقى 5 يونت اكسلريشن او اكسلريشن يونت، يبقى الاختيار السليم بتاعك هيبقى رقم كام؟ هيبقى رقم البي. عظمه. رقم 6 مسائل المالتيبل تشويس بتحاكي البني ادمين اللي فاهمه الاساسيات كويس قوي. بيقول لي a body of unity. يعني ايه كلمه unity ماس؟ يعني الام بتساوي 1 بقى جرام 1 كيلو جرام وات ايفر. moves under the velocity of 4ATI. ثانيه واحده، عندنا الفيلوسيتي بتساوي، معلش نعيدها تاني، 4ATI 4ATI
in direction of the eye. والماس بتساوي 1 يونت. يونتي. If the force acting on the body is constant يعني القوة ثابتة and it is given from the relation الاف بتساوي 6 اي. ادي الفورس بتساوي 6 in direction of الاي. then الاكسلريشن بتساوي كام؟ عايز الاكسلريشن بتساوي الكام؟ الاكسلريشن مديها لنا هنا او هو عايزها بالايه يا جماعه؟ بالماجنتيود. تمام. مبدئيا احنا عندنا حاجه اسمها الفورس بتساوي ماس اكسلريشن، ولكن الفورس بتاعتك دي المفروض ان هي فورس فيكتور، يعني الاف فيكتور بتساوي الكلام ده. انا محتاج الماجنتيود، يعني محتاج النورم بتاعها، يعني عباره عن سكوير روت اوف 6 في 6 ب 36 وفي اتجاه الجي اللي هو في اتجاه الواي بزيرو، يبقى النورم بتاعك بيساوي 6. عظيم. وبعدين عندك الفيلوسيتي بتاعتك بالمنظر ده. طب ما هو اساسا المفروض ان الفورس بتساوي ماس اكسلريشن. مظبوط؟ مظبوط. طب هو انت محتاج مني ايه يا عم؟ قال لي انا محتاج منك الاكسلريشن بتساوي كام؟ تعالى لي كده شويه. انا عندي دلوقتي الفورس طلعت ب6 والماس طلعت بكام؟ طلعت ب1. يبقى الفورس ب6 والماس ب1 وعندك الفيلوسيتي. تمام؟ تمام. هو لما اجي اقول لك ان الفيلوسيتي بتاعتك بتساوي 4 اي تي اي، يبقى معنى كده لو انا عملت ديريفاتيف للفيلوسيتي هيطلع لك كام؟ الديريفاتيف بتاعها هتساوي كام؟ هيدي لك 4 اي. الديريفاتيف ده دي في اوفر الدي تي، دي في اوفر الدي تي يدي لك الاكسلريشن. طب هو الديريفاتيف ده بالنسبه للتايم يدي لك مين؟ يدي لك 4 اي. 4 اي في اتجاه مين؟ في اتجاه الاي. ده مين ده يا باشا؟ قال لك ده الاكسلريشن 4 اي اي. هو طالب مني الاي بتساوي كام؟ جميل. طب انا عندي الفورس. هو احنا مش عندنا الفورس بتساوي ماس اكسلريشن؟ ايوه يا مستر. طب الفورس طلعناها ب6 وعندك هنا الام بتاعتك بتساوي 1 يونت تايمز الاكسلريشن بتاعتنا طلعت بكام؟ لو انا حبيت اجيب لك النورم بتاعت الاكسلريشن هتساوي سكوير روت اوف ده باور 2 زائد ده باور 2 او سوري ده باور 2 يدينا 16 اي باور 2 يعني بتساوي ال 4 اي. يبقى معنى كده ان الاكسلريشن بتساوي 4 اي. الاي ده رمز، الاي ده حرف، الاي ده مجهول، الاي ده ما هوش اكسلريشن. الاكسلريشن بتساوي 4 اي. الاكسلريشن ايكوال 4 اي. الاكسلريشن ايكوال 4 زد. الاكسلريشن ايكوال 4 واي. الاكسلريشن ايكوال 4 اي حاجه رمز. هو عاوز الرمز ده بيساوي كام؟ الاربعه ديت لو جت الناحيه الثانيه هتيجي بالديفايدد، يبقى الاكسلريشن بتاعتنا بتساوي 6 على الاربعه يعني بتساوي 3 على الاثنين يعني بتساوي 1 وكام يا جماعه؟ 1 ونص. عظمه. يبقى معنى كده ان كلمه A دي ما هياش الاكسلريشن، لا ده حرف موجود unknown عايزه اللي هو الايه اللي هو ده. واضح الكلام؟ يبقى الاختيار السليم بتاعنا هيبقى رقم البي. سؤال رقم 7 بيقول لك ايه؟ سؤال رقم 7 بيقول لك a stone of mass 10 كيلو جرام وماله is suspended by a rope that cannot afford tension more than 30 كيلو جرام weight. احنا دلوقتي عندنا ستون المفروض الكتلة بتاعتها ب 10 كيلو جرام، يبقى معنى كده ان في قوة وزن عبارة عن 10 تايمز 9.8. القوة ديت فين؟ لتحت. suspended by حبل that cannot afford tension more than 30 كيلو جرام weight. يعني هي اساسا مشدودة بتنشن فورس مقدارها 30
كيلو جرام ويت حولها لي لنيوتن لو سمحت، يبقى تايمز 9.8. تمام؟ وبعدين then the least time أقل وقت needed محتاجينه to raise stone 20 متر vertically upwards. يبقى اتجاه الحركة بتاعي هيبقى لفوق، يبقى ده الاتجاه البوزيتيف للحركة. تمام؟ تمام. vertical up from rest equal لكام؟ كلمة from rest معناه ان الانيشيال velocity بتاعتي هتساوي كام؟ هتساوي 0. طبعا ده مش فري فولينج، يعني الجسم ده مش هيتحرك تحت تأثير الجرافيتي، اما اللي هيتحرك تحت تأثير ايه؟ هيتحرك تحت تأثير الاكسلريشن، لان عندك قوة وعندك مقاومة. المفروض ان القوة ماينس المقاومة يدي لك الماس اكسلريشن. القوة الشد بتاعت الحبل بتساوي 30 تايمز 9.8 ماينس مقاومة الوزن بتاع الجسم اللي هو 10 تايمز 9.8 هيدي لك الماس اللي هي 10 تايمز الاكسلريشن اللي انا محتاج لها. عظمة. طيب يبقى معنى كده ان عندك هنا 30 وهنا 10 وهنا 10، ما تيجي نقسم على 10 هيبقى عندك هنا 3 تايمز 9.8 ماينس 9.8 هيدي لك الاكسلريشن. فهيبقى عندنا 3 تايمز 9.8 ماينس 1 تايمز 9.8 يدي لك 2 تايمز 9.8، يبقى الاكسلريشن ايكوال ل 19.6 واليونت متر بير سكند سكويرد. وحد الله، لا اله الا الله. عندك الاكسلريشن وعندك الانيشيال فيلوسيتي بتاعتك هتساوي الزيرو، وعندك المسافة اللي انت عايز تحرك الجسم ليها 20 متر، وانت محتاج التايم قد ايه. لما ترص الحروف او الرموز دي كلها تحت بعضها هتعرف تتصرف. مين العلاقة اللي تربط ما بين الاي والفي انيشيال والاس والتي؟ على طول هقول لك ان المفروض ان الاس بتساوي في انيشيال تي وبلس ادي هاف، مش جي، لا ده اي تي باور 2، ده مش فري فولينج عشان استخدم الجرافيتي، ده في قوه وفي مقاومه يبقى في اكسلريشن. طب الاس بتاعتك ب 20، الانيشيال بزيرو، وادي عندك الهاف هتعملها تايمز 19.6 وتعمل تايمز التايم باور 2، يبقى عندك ال 20 هتساوي هاف تايمز 19.6 يدي لك 9.8 وادي تايم باور 2، يبقى عندك التايم باور 2 هيساوي ال 20 ديفايدد باي ال 9.8. طيب المفروض ان التايم بتاعنا هيساوي سكوير روت الرقم الجميل بتاعنا ده، يعني سكوير روت اوف، بقول لك ايه، لو شلت النقطه هيبقى عندك 200 على 98، يعني التايم هيساوي سكوير روت اوف 100 على 49 ديفايدد باي 2. سكوير روت اوف 100 يدي لك 10 وسكوير روت اوف 49 يدي لك 7، يبقى التايم نيدد عباره عن 10 على 7 ثانيه، واجابتك هتبقى رقم بي 10 اوفر 7. طيب بعد كده بيقول لك في رقم 8 ايه؟ بيقول لك in the opposite figure a body of mass m كيلوجرام moves vertically down، يعني هو already بيموف ايه يا جماعه؟ بيموف داون، يبقى ده الاتجاه البوزيتيف للحركه بتاع سعادتك. قال لك with an acceleration of magnitude 1 meter per second squared، الاكسلريشن بتساوي 1 متر per second squared under action of a raising force 10 kilogram weight and the resistance 10 نيوتن. then الام بتاعتك بتساوي كام؟ يا جماعه خلي بالك ايه يا مستر؟ مبدئيا هو ايه اللي يخلي الجسم ده ينزل لتحت باكسلريشن مقدارها 1 ان لم يكن في قوه بتشده لفوق بتمنعه ان هو يمشي باكسلريشن عن طريق الجرافيتي 9.8؟ يبقى لازم في قوه شد زي الاسانسير كده. هو الاسانسير ده وهو ما هو بيتحرك فيرتيكلي اب اند داون، طب وهو بينزل تحت
مفيش قوه بتخليه ما ينزلش بسرعه، يبقى في قوه بتقلل من سرعته. يبقى معنى كده بدل ما ينزل بجرافيتي 9.8 والمفروض ان الاكسلريشن التي تتمثل في الجرافيتي كل ثانيه هتزيد 9.8، عمال ما يوصل من الدور ال 15 للدور الارضي، يبقى معنى كده ان الاسانسير ده اتفرتك من سرعته وخبطته على الارض. لا، ده هيبقى ماشي باكسلريشن ثابته مقدارها 1. وبعدين هيبقى فيه فرمله وحاجات زي كده. طب هو بيقول لك ان في قوه بتسحبه وفي نفس الوقت في ريزيستنس، يبقى احنا عندنا قوه بتساوي كام؟ قال لك القوه دي بتساوي كام 10 كيلو جرام لو سمحت ويت. يبقى عندك قوه بتساوي 10 تايمز 9.8 حولتها لنيوتن، وعندك كمان ريزيستنس. الريزيستنس بتساعد القوه اللي هي اساسا شايلاه. بكام القوه دي؟ قوه الريزيستنس قال لك ب 10 نيوتن. يبقى معنى كده ان انا حولت من كيلو جرام ويت لنيوتن، والريزيستنس كده كده بالنيوتن، والمفروض ان الجسم بتاعنا ده فيه وزنه بكام؟ قال لك بادي اوف ماس ام. يبقى عندك هنا ام وعندك جي. الايكويشن بتاعت الموشن هتبقى عباره عن ايه؟ هو اتجاهه لتحت، فهيبقى عند حضرتك ام جي اللي هو ام تايمز 9.8 ماينس افتح لي براكت. عندك قوه ومقاومه الاثنين بيعوقوا الحركه علشان ما ينزلش بسرعه، اللي هو هيبقى عباره عن 10 تايمز 9.8 بالاضافه لل10. اقفل. انا عملت لك قوه ماينس مقاومه، المفروض ان الكلام بتاعنا ده هيساوي ماس اكسلريشن. ادي ماس اكسلريشن. الاكسلريشن ب1. بقول لحضرتك ايه؟ ما تجيب لي الترم اللي بالبوزيتيف ده هاته جنب اخوه الناحيه دي. هيبقى عندك الام تايمز 9.8 ماينس 1 ام، لان الاكسلريشن ب1 بالنيجاتيف وديه الناحيه الثانيه. هيبقى عندك هنا 10 تايمز 9.8 يدي لك 98. يبقى عندك هنا ادي خليها زي ما هي، ادي 10 تايمز 9.8 زائد ال10. لو اخدنا من هنا ام كومن فاكتور هيتبقى لك 9.8 ماينس ال1. الكلام ده بيساوي ادي 98 زائد ال10. الرقم بتاعك ده بالتايمز هيروح بالديفايدد. لو راح بالديفايدد يبقى الام بتاعتنا هتساوي دول مع بعض كده يدي لك 108 اللي هو 98 و10 divided by 9.8 minus 1 يدي لك 8.8 وديها بالديفايدد. وشوف لي الرقم الجميل ده بيساوي كام. لو احنا قسمناه على بعض يبقى احنا عندنا فراكشن، هكتب فوق 108 وهنزل تحت وهكتب 8.8. الكلام ده بيساوي كام؟ 135 على 11. 1 3 5 على كام يا جماعه؟ على ال11. which choice رقم مين؟ انا افتكرت ان هي راحت مش عارف فين. خليها زي ما هي، ما تقطعش عادي يعني. 135 على 11. انا عمال ادور مش لاقي يا جماعه اهي. 135 على كام؟ على ال11. وده كان سؤال رقم 8. ده كان بالنسبه للام سي كيو كويستشنز. خد نفسك ويلا بينا نخش على الاسئله المقاليه. يلا بينا اسئله مقاليه في المتين قوي. زي ما انا عودتكم وزي ما انا قلت لكم ان حتى البيانات اللي موجوده في السؤال حضرتك صنفها لي. خلي لي الكتله، القوه وريزيستنس في حته، والفيلوسيتي، تايم، مسافه، اكسلريشن في حته ثانيه. خلي ده لوحده وده لوحده عشان تعرف انت معاك ايه وعاوز ايه. تعال نشوف البيانات اللي موجوده عندنا كده. يلا بينا بسم الله. If the force of engine is equal to كذا. كذا اللي هو ايه؟ يبقى انا عندي هنا الفورس اللي هي الاف بتساوي 2.5 طن. ما عنديش الكلام ده، مفيش منه. اعمله تايمز 1000 عشان تحوله كيلو جرام. وبعدين كلمة ويت اعملها لي تايمز
عشان تحولها لي لنيوتن، لان نيوتن كيلو جرام متر بير سكند سكوير. دي الفورس. and the mass of the train and the engine، يعني القطر بالجرار بتاعه 200 طن، يبقى الكتلة بتساوي 200. اعملها لي تايمز 1000 عشان تحولها لي للكيلو جرام. and if the train starts to move from rest، يبقى ال V initial بتساوي 0. ده صنف تاني من المعلومات. find the velocity، يبقى انا محتاج منك الفيلوسيتي بتساوي كام؟ find the velocity of the train after half minute، لما التايم بتاعك بيساوي half minute يبقى half times 60 ثانية. هل من المعلومات دي ينفع حضرتك تجيب لي الفيلوسيتي؟ لا، انا محتاج اكسلريشن. الاكسلريشن هتجيبها لي من فين؟ من البيانات اللي عندك دي. كل اللي انت هتعمله لي هتقول لي ايه؟ هتقول لي ان المفروض ان الاف بتساوي ماس اكسلريشن. تمام. فدلوقتي عندك if the force of the engine كذا والماس بتاعته كذا، ماشي، and the engine 200 طن and if the train starts to move from rest find الكذا. ما جابلكش سيره الاكسلريشن، يبقى القوه او سيجما فورسز كلها على بعضها بكذا. يبقى معنى كده هيبقى عندك 2.5 تايمز 1000 تايمز 9.8 هتساوي الماس اللي هي 200,000. 3 2 5. مين يا جماعه؟ اكسلريشن. يبقى الاكسلريشن هتساوي 2.5 تايمز 1000 تايمز 9.8. الليله دي كلها ديفايدد باي 200,000. بقول لحضرتك ايه؟ بص لي بقى كده معايا شويه. عندك هنا 1 2 3 اصفار، 1 2 3 اصفار. جميل. اعمل 2.5 تايمز 9.8 على ال 200 وشوف لي الاكسلريشن بتاعتك بتساوي كام. كل اللي انا هعمله هعمل 2.5 هعملها تايمز 9.8 هتساوي divided by 20 لا 200 بتساوي كام؟ بتساوي 49 على 400. 49 على 400 واليونت متر بير سكند سكويرد. يبقى الاكسلريشن بتاعتنا طلعناها ب 49 على 400 متر بير سكند سكويرد. وبعدين عندك الاربع حروف دول، مين اللي هو القانون اللي يربط ما بينهم؟ هروح قايل لك ان الفي بتساوي في انيشال زائد الاي تي. السرعه انت عايزها، الانيشال بتاعتك بزيرو، الاكسلريشن ب 49 على 400 تايمز التايم بتاعك هاف تايمز 60 ب 30. احسب يا باشا السرعه بتاعتك هتساوي كام؟ 49 في 30 على 400. يلا بينا. هتقول لي هنا 4 9 في 30 الكلام ده بيساوي divided by 400 الكلام ده بيساوي 147 على 40. 1 4 7 على 40 والمفروض متر بير سكند. يعني ممكن تعملها تعملها بالديسمال ل 3.675 ومتر بير سكند والقصه بتاعتك انتهت. تمام. يلا بينا ندخل على سؤال تاني ونشوف بيقول لنا ايه. رقم 2 بيقول لك a force of magnitude 10 نيوتن. معلوماتك ان F بتساوي 10 نيوتن. ادي 10 نيوتن.
بتقول لي هنا acts on a body at rest، يبقى ال V initial بتساوي 0. at rest of mass 8 كيلو جرام، الماس بتساوي 8 كيلو جرام. to move it in its direction with a uniform acceleration. calculate the distance. عايز الاس بتساوي كام؟ بالراحة كده على مهلك بروقان. traveled after يعني بعد كده زمن 12 seconds، ادي 12 ثانية. and its velocity، وكمان محتاج منك الفيلوسيتي وقتها بتساوي كام. شكرا جدا. من القوة والكتلة انا محتاج ان انا اجيب الاكسلريشن، واحنا عندنا الاف بتساوي ماس اكسلريشن، وبناء عليه الكتلة بتساوي 10 نيوتن بتساوي 8، وبعدين اكسلريشن، يبقى الاكسلريشن بتساوي 10 على 8، يعني بتساوي 5 على 4، واليونت متر بير سكند سكويرد، على اساس ان القوه بتاعتك بالنيوتن. انا جبت لك الاكسلريشن يا مستر، طلعتها لك ب5 على 4. هو ما جابليش سيره ريزيستنس، ماشي؟ يبقى معنى كده ان هو قايل لك سيجما فورسز وخلاص. طيب عندك الحروف بتاعتك دي كلها، عندك اكسلريشن وعندك زمن وعندك في انيشيال، ما تجيب لي التايم. هتقول لي ان الفي بتساوي في انيشيال زائد الاي تي. تمام كده الكلام؟ تمام يا مستر. انت عندك دلوقتي التايم موجود والاكسلريشن موجوده والفي انيشيال موجوده، هجيب لك الفيلوسيتي على طول. يبقى الفي هتساوي الفي انيشيال بزيرو، الاكسلريشن ب5 على 4 تايمز التايم ب12، يبقى الفيلوسيتي 12 على 4 3 في 5 ب15، واليونت متر بير سكند. محتاج اس يا راجل، سهله جدا. ما انا هقول لك ان الاس بتساوي في نوت تي بلس هاف اي تي باور 2. الانيشيال بزيرو، يبقى معنى كده هيبقى عندك هاف تايمز الاكسلريشن ب5 على 4 تايمز التايم بتاعك بيساوي 12، يبقى 12 للباور 2 ب 144. يبقى الاس بتاعتك هتساوي، هات لي الكالكليتر الجميل بتاعك ده، يلا بينا نحسب حسبتنا. مبدئيا 5 في 144، ادي 5 تايمز 1 4 الكلام ده بيساوي على 2 في 4 ب 8، يبقى ديفايدد باي ال 8 يطلع بكام؟ يطلع ب 90. طبعا 90 ايه يا جماعه؟ 90 متر. قضي الامر، الموضوع زي ما انتم شايفين بنظام تعرف تحل اي سؤال. سؤال رقم 3 بيقول لك ايه؟ find the resistance. عايز الريزيستنس بتساوي كام؟ معلوماتك ايه عشان تقول لي find the resistance of the brakes to the motion of the train in Newton. حاضر. per each ton. حاضر. of its mass if the velocity، عندك ال V بتساوي 72. حولها لو سمحت لان هي بالكيلومتر بر اور، يبقى هتعملها لي تايمز 5 اوفر 18. 72 على 18 قول 80 على 20 فيها 5 ب 25. لا 72 على 18 يبقى 80 على 20 ب 4 في 5 ب 20 بس، يبقى 20 متر بير سكند. عظمه. and the brakes stop the train after ثانية واحدة. الترين وقفت القطر، يعني معنى كده ان ال V initial بكذا وال V final بتساوي 0. يعني احنا عندنا هنا if the velocity كذا and the brakes stop the train after it traveled 250 متر، يعني لما الاس بتاعتك 250 متر. find the time needed for doing that، وكمان عاوز التايم بتاعك بيساوي كام.
عظمه عظمه عظمه. سؤال دلوقتي يطرح نفسه يا شباب، هو دلوقتي القطر ماشي كأن الموتور بتاع القطر اتقفل، يبقى مفيش قوة خارجية بتأثر على القطر ده غير قوة الريزيستنس. ليه؟ لأن هي سرعته كانت كذا، بعد شوية توقف. يبقى ايه هي القوة الوحيدة المؤثرة على الجسم؟ هي قوة ريزيستنس. يبقى هقول لك ان نيجاتيف الار بتساوي ماس اكسلريشن. تمام. مستر ما عنديش اكسلريشن، بس عندك في انيشيال وعندك في فاينل وعندك المسافة، ينفع تجيب لي اكسلريشن باستخدام ايه؟ هتقول لي ان الفي سكوارد ايكوال في نوت سكوارد زائد الاتنين اي اس. عظيم. الفي سكوارد هتساوي 0، الانيشيال بتساوي 20 للباور 2 يعني ايكوال 400 زائد 2 فاكسلريشن في مسافة بتاعتك 250. طيب ال 400 هتروح بالنيجاتيف و2 تايمز 250 هتروح بالديفايدد، يبقى الاكسلريشن بتاعتك هتساوي نيجاتيف 400 على 500 اللي هي 250 في 2. يبقى الكلام بتاعك بيساوي ادي نيجاتيف صفرين يروحوا مع صفرين، يبقى عندك نيجاتيف 4 على 5 متر بير سكند طبعا. تمام؟ تمام. انا جبت لك الاكسلريشن وعندك اساسا هنا الكتله بتاعتك قال لك بكام؟ لا ده بيقول لك find the resistance force of the brakes to motion of the train in Newton per each ton of its mass if the velocity كذا and the brakes stop the train after it traveled 250 متر find the time needed for doing that. ما عنديش ايه يا جماعه؟ الام. لحظه واحده، انت جبت الاكسلريشن؟ ايوه، يبقى نيجاتيف الار هتساوي ماس تايمز الاكسلريشن مطلعينها بنيجاتيف 4 على 5. النيجاتيف هتروح مع النيجاتيف يبقى الريزيستنس بتساوي 4 على 5 من كتلة القطر اللي هي بكام؟ ما قاليش، مش مهم. تمام؟ تمام. طب انت كنت محتاج مني ايه؟ قال لي انا عايز منك الريزيستنس تو موشن اوف ذا ترين ان نيوتن بير ايتش طن. بير ايتش يا جماعه؟ بير ايتش طن. طب الريزيستنس بتاعتك بتساوي 4 على 5 ام كلها. طب بير ايتش طن يبقى الريزيستنس بتاعتك بتساوي، هاخد الرقم بتاعك ده وهقسمه لك على كتلة القطر، يعني بتساوي كام؟ بتساوي 4 على 5 من بير ايتش طن، يعني لكل مين يا جماعة؟ لكل كتلة من مين؟ من القطر بتاعك. بير ايتش طن يعني بير الماس بتاعتك 4 على 5. بعد كده كان طالب مني التايم نيدد فور دوينج ذات. طب انا عندي اكسلريشن، طب ما يلا بينا. ايه رايك دلوقتي عندك الثلاث حاجات دول وعايز منا هنا الايه؟ التي. بمنتهى البساطه هقول لك ان الفي بتساوي في انيشيال زائد الاي تي، يبقى عندك 0 بتساوي ادي ال 20 الاكسلريشن نيجاتيف 4 على 5 تايم الرقم ده هيجي الناحيه الثانيه بالبلس، يبقى عندك 4 على 5 تايم بيساوي ال 20، يبقى التايم بيساوي 20 تايمز 5 على 4. 20 على 4 ب5 في 5 ب 25 ثانية 25 seconds. والموضوع بتاعك انتهى. تمام؟ تمام. سؤال رقم 4 سؤال تقيل. يعلم ربنا يا جماعة، معلش يعني سامحوني أنا اتغشمت معاكم بجد في الأسئلة، بس والله ضميري سليم. يعني أنا عايزك تبقى قوي جدا جدا في المادة. فاللي بيها اللي لو أنا أو حضرتك فهمت الأسئلة دي واشتغلتها بإيدك تاني، انت بقيت في حتة تانية خالص. انت مش سينيور 2 والله العظيم. يعني سؤال زي ده لو جه لزميلك بتاع ثالثه ثانوي في امتحان اخر السنه هيبقى من الاسئله التقيله، هيقول الامتحان صعب في ثانويه عامه.
فتخيل انت بتستوعبه وبتفهمه وممكن تحله بايدك، لا انت في حته تانيه خالص. فده يعني انا شايف ان انا مش عايز اديلك القشور بتاعت المنهج وبس، لا ده احنا كمان عمالين نفحت في المنهج وبنجيب قراره وبنجيب الحاجات العاليه قوي 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 فيه. كل كلمه في السؤال ليها معنى. A force of magnitude 20 نيوتن، لا مش هتكفيني الحته دي. عندك فورس بتساوي 20 نيوتن، اف بتساوي 20 نيوتن and its direction making acute angle of sine 3/5 to the vertical downwards. دي القوة مش هوريزونتال ولا فيرتيكال، دي القوة قوة مايلة. بتأثر على ايه القوة دي؟ قال لك acts on a body of mass 2 كيلو جرام. فين الجسم ده؟ قال لك placed on a smooth horizontal table. كده ابتدي ارسم. احنا عندنا دلوقتي يا شباب في horizontal table، تمام؟ وعندنا جسم موجود عليها بالمنظر والكيفية دي. الكتلة بتاعته بتساوي كام؟ ورياكشنه ما دام هو محطوط على هوريزونتال تيبل، يبقى معنى كده حضرتك تعمل لي كده، تمام؟ تمام. وبعدين هتعمل لي ايه؟ كتلة بتساوي ام جي، يعني 2 جي، دي الكتلة. وبعدين عندك هنا في حاجة اسمها نورمال رياكشن، تمام؟ طب القوة بتاعت سعادتك فين؟ قال لك القوة بتأثر على الجسم وبتعمل اكيوت انجل مع الفيرتيكال داونوردز. يبقى معنى كده ان القوة بتاعتك في الاتجاه ده، القوة بتاعتك لتحت اهي، ادي القوة، وبتعمل انجل اسمها سيتا مع الفيرتيكال داونوردز. يا لهوي، تمام. وبعدين عايز مني ايه يا عم؟ عايز مني ايه؟ قال لك ساين الانجل ب3/5. ساين سيتا بتساوي 3/5. طب هي اكيوت انجل لو حطيتها جوه رايت انجل ده تراينجل وسميت ده سيتا، الساين يعني اوبزيت على الهايبوتنس، يبقى الادجيسنت كده كده هيساوي 4. يبقى كوزاين الانجل عشان هبقى محتاج لها بتساوي ادجيسنت على الهايبوتنس، يعني ب4/5. يا لهوي. وبعدين يا مستر عايز ايه؟ قال لك هنا find the acceleration of the body generated from this action and the perpendicular reaction of the table. مبدئيا انا محتاج حاجه، ايه يا مستر؟ محتاج ان انا اعمل ريسوليوشن للقوه دي، مره في الاتجاه ده اهو، ومره في الاتجاه ده. القوه بتقفل الانجل بكوزاين، يبقى هكتب لك هنا اف كوزاين سيتا، والناحيه الثانيه اف ساين سيتا، والقوه اتحللت خلاص، ما عنديش مقاومه. يبقى المفروض ان القوه بتساوي ماس اكسلريشن، يبقى الاف بتساوي ماس اكسلريشن، دي الايكويجن بتاعه الموشن. طب القوه عباره عن ايه؟ عباره عن اف ساين سيتا بتساوي ماس اكسلريشن. طب القوه بتاعتك اساسا ب20 نيوتن، بس ما هماش بيور، ده اف ساين سيتا بتساوي 3/5، بتساوي الان اللي هي ب2.
الاكسلريشن ادي الايه 20 على 5 ب4 4 في 3 ب 12 بتساوي 2 A 20 على 5 ب 4 في 3 ب 12 بيدي لك 2 A يبقى الاكسلريشن بتساوي 12 على الاثنين يدي لك 6 متر بير سكند سكويرد. شكرا. دي الاكسلريشن. دي مين يا جماعه؟ الاكسلريشن. انا محتاج البربنديكولار رياكشن. لحظه واحده. ما هو اللي جاي على قد اللي رايح. يبقى المفروض ان الان ساعتها هتساوي اف كوزاين سيتا بالاضافه لوزن الجسم اللي هو عباره عن 2 جي. طب الاف اللي هي 20 تايمز كوزاين سيتا ب 4 على 5 الكلام ده بلس ادي 2 تايمز 9.8 20 على 5 ب 4 في 4 ب 16 2 في 9.8 ب 19.6 16 و 19 يدي لك 35 يبقى عندك 35.6 والمفروض كيلو جرام ويت. لو انت عاوز النورمال رياكشن بالنيوتن يبقى المفروض هيبقى عندنا هقسم الكلام ده هعمل الكلام بتاعك ده تايمز ال 9.8 هعمله ديفايدد باي 9.8 يبقى هجيب لك الرقم بتاعك. يبقى عندنا هنا عندي هنا 35.6 المفروض يا جماعه معلش انا اسف الكلام ده هيبقى بالنيوتن لان انا محوله. لو انا عايزه بالكيلو جرام ويت يبقى الرقم ده هقسمه لك على 9.8 35.6 هقسمه لك على 9.8 الكلام ده هيساوي وات ايفر ما يطلع بكام مش مهم يطلع زي ما يطلع الرقم بتاعك بنيوتن 35.6 وقضي الامر والموضوع منتهي خلاص. عظمه حلوه عجباني بصراحه. تمام. يلا بينا نخش على سؤال رقم 5 وبيقول لك ايه؟ If the last car of a train of mass 24 طن يبقى انا عندي هنا اللاست كار بتاعت القطر بتساوي 24.5 تايمز ال1000 يعني بتساوي صفر هيضيع ده يبقى 2 4 5 صفرين كيلو جرام. From the train when its velocity was لما كانت الفيلوسيتي بتاعتنا بتساوي 54 هعملها تايمز 5 اوفر 18 يبقى 3 في 5 ب 15 متر بير سكند. 54 على 18 في 5 يدي لك 15 متر بير سكند. To move in a uniform retardation and stopped. stopped يعني الفي انيشيال كانت بكذا والفي فاينل كانت بزيرو. بعد كده بيقول لك هنا يونيفورم ريتارديشن اند ستوب افتر 125 متر يعني لما كانت المسافه مشيها 125 متر توقف بعد مضي 125 متر. تمام. find the magnitude of the resistance acting on the separated car in kilogram weight. جميل قوي. مبدئيا عندك في انيشيال وعندك الاس وعندك الفي فاينل فانت ممكن تجيب الاكسلريشن بمنتهى السهوله. هتعمل ايه؟ هتقول لي دلوقتي ايه العلاقه اللي تربط بين الكلام ده كله؟ هتقول لي ان الفي باور 2 هيساوي في انيشيال باور 2 زائد الاثنين اي اس. فاينل بزيرو. انيشيال بتساوي 15 للباور 2 يدي لك 225 زائد 2 تايمز الاكسلريشن تايمز الاس ب 125. الرقم ده هيجي الناحيه الثانيه بالنيجاتيف 2 في 125 ادي 2 تايمز 125 تمام
بيساوي نيجاتيف 225. يبقى معنى كده ان الاكسلريشن بتاعتك هتساوي نيجاتيف 225 ديفايدد باي 2 في 125. يبقى الكلام بتاعك ده هيساوي نيجاتيف 225 على 250. يلا بينا فراكشن 225 على 250 سوري على 250 يديلك 9 على 10. 9 على 10 متر بير سكند سكوير. انا جبت لك الاكسلريشن يا عم. طب المفروض ان اللاست كار دي الكتله بتاعتها. ايه هي القوه الوحيده المؤثره على الجسم؟ لان العربيه اتفصلت فما فيش قوه سحب، ما فيش قوه شد، فالقوه الوحيده المؤثره على العربيه دلوقتي هي قوه ريزيستنس. سيجما فورسز ايكوال لماس اكسلريشن. الفورسز بتتمثل في الريزيستنس بس، يبقى نيجاتيف الار بتساوي ماس اكسلريشن. يبقى نيجاتيف الار هتساوي الكتله بتاعت القطر بتساوي 2 4 5 0 تايمز الاكسلريشن بنيجاتيف 9 على 10. موضوع بمنتهى البساطه، النيجاتيف دي تروح مع النيجاتيف دي، انت راجل برنس. الزيرو ده يروح مع زيرو من هنا، عظمه. اعمل لي الرقمين دول تايمز بعض وشوفهم لي بكام يا باشمهندس. يلا بينا. 2 4 50 ادي 2 4 50 هتعملهم لي تايمز 2 4 50 تايمز 9 بيساوي كام؟ 22 0 50. 22 0 50. طب الكلام بتاعك هنا بالايه؟ بالنيوتن. عايز احوله لكيلو جرام ويت. الرقم اللي انت طلعته ده تمام؟ الرقم اللي انت طلعته ده امسحه اهو، هتقول له هنا الانسر divided by 9.8. يعني الكلام بتاعك بيساوي 22 50. الكلام ده بيساوي 22 50 واليونت بتاعتك هتبقى بالكيلو جرام ويت والموضوع منتهي. تمام؟ ماشي. سؤال رقم 6 بيقول لك ايه؟ A horizontal force وماله؟ acted on a body of mass 2 كيلو جرام. لحظة واحدة، احنا عندنا كتلة بتساوي 2 كيلو جرام placed on a horizontal plane to move it from rest. يبقى الانيشيال فيلوسيتي بتساوي 0. a distance 245 سنتيمتر، يبقى الاس بتساوي 2.45 متر. انا بحول على طول. in 5 seconds يبقى انا عندي هنا التايم بيساوي 5 ثواني. عظمه عظمه. against constant resistance. الريزيستنس بتاعتك بواحد على 25 of the weight of the body. يبقى معنى كده ان احنا عندنا الريزيستنس بتساوي 1 على 25 of the weight of the body اللي هو mg. بيقول لي find the magnitude of F in gram weight. in gram weight وهو بالكيلو جرام. يا ابن اللذينه، هعيد حساباتي تاني. ال 2.45 متر انا عايز احولها لسنتيمتر، يبقى هشيل لك البوينت دي، يبقى الكلام عباره عن 245 سنتيمتر. والكتله 2 كيلو جرام، لا انا هعملها لك 2000 جرام. الريزيستنس بتساوي 1 على 25 للام جي. طيب بعد اذن حضرتك، من المعلومات اللي قدامك دي ينفع تجيب لي حاجه؟ طبعا ينفع. عندك في انيشال وعندك الاس وعندك التي، انا من حقي ان انا اجيب الاكسلريشن. ايه العلاقه اللي تربطهم؟ هقول لك ان الاس بتساوي في انيشال تي وبلس ادي هاف وادي ايه تي باور 2. ادي 2 4
5 بتساوي في انيشال بزيرو زائد ادي هاف اكسلريشن تايمز التايم باور 2 ب 25. يبقى الاكسلريشن بتساوي 2 4 5 تايمز ال 25 بالتايمز هتروح بالايه يا جماعه؟ بالديفايد. وال2 بالديفايد هتروح بالايه؟ بالتايمز. يبقى عندك 2 وهقسم على 25. يبقى الاكسلريشن بتاعتنا هتساوي، يلا بينا نحسبها سوا. يلا بينا. 2 4 5 تايمز 2 بتساوي divided by 25 بتساوي 98 over 5. ادي 98 over 5 سنتيمتر بير سكند سكويرد. عظمه. مستر انا جبت الاكسلريشن. الاكسلريشن هشتغل بيها هنا. هو دلوقتي احنا بيقول لك ايه؟ horizontal force acted on a body of mass كذا placed on horizontal plane to move it from rest a distance كذا في 5 ثواني against resistance بكذا of weight كذا find the magnitude of the F. إذا هقول لك إن ال F minus ال R بتساوي mass acceleration. قوة ماينس مقاومة بيدي لك الماس اكسلريشن. يبقى القوة بتاعتك ماينس الريزيستنس بتاعتنا اللي هي عبارة عن كام؟ اللي هي عبارة عن 1 على 25 تايمز ام جي. الام عندك ب 2000 تايمز الجي ب 980. الكلام ده كله بيساوي 2000 تايمز الاكسلريشن 98 اوفر كام يا جماعه؟ اوفر ال 5. انا خلصت. يبقى الاف هتساوي، ما تجيب لي الارقام دي، هتبقى عباره عن 2000 تايمز 98 اوفر ال 5 ماينس لا بلس ادي 2000 times 980 divided by 25. يلا بينا يلا بينا توكل على الله. همسك الكالكليتر بتاعي واشوف الرقم الاولاني ده بيساوي كام. مبدئيا كده يا شباب 2000 ادي 2 3 اصفار هعمله تايمز 98. الكلام ده بيساوي divided by ال 5 equal 39200 بالاضافه 39200. يلا بينا 2000 تايمز 980 بيساوي divided by 25. 78400. طب الاثنين بلس بعض بيساوي كام؟ 78400 بالاضافه ل 39200. 39200 بيساوي 117600. الكلام هنا بالايه يا جماعه؟ بالنيوتن. انا عايز جرام ويت. يبقى الكلام بتاعك ده كلمه جرام ويت، يبقى الرقم بتاعك ده هتقسمه لي على 980. هتقسمه لي على 980. الرقم بتاعك يطلع لك ب 120 جرام ويت. داين، عشان من داين لجرام ويت يدي لك تقسم على 980. قضي الامر. عظمه. ماشي. سؤال رقم 7 بيقول لك ايه؟ A train of mass 245 طن. يبقى انا عندي كتله بتساوي 2 4 5 3 اصفار
كيلو جرام. The mass of the engine and the train الاثنين مع بعض moves with uniform acceleration 15 سنتيمتر بير سكند سكوير. يبقى الاكسلريشن بتساوي سنتيمتر، لا هتبقى 0.15 متر بير سكند سكوير. انا قسمت على طول على 100. If the resistance of the air and the friction بتساوي 75 كيلو جرام ويت بير طن، يبقى عندي الريزيستنس التي تتمثل في الاير ريزيستنس والفريكشن فورس وكله على بعضه شربلي كده بتساوي 75 كيلو جرام ويت، يبقى تايمز 9.8 لكل طن. طب انا عندي 245، يبقى كل ده يعتبر الريزيستنس بتاعتك. Find the force of the engine. مبدئيا انا محتاج الفورس بتاعت الانجن. المفروض ان الاف ماينس الار بتساوي ماس اكسلريشن. مظبوط كده الكلام؟ مظبوط كده الكلام. طيب هيبقى عندك الاف بتساوي ماس اكسلريشن زائد الار. طب الماس بتاعتك ب 245,000 تايمز الاكسلريشن ب 0.15 زائد الريزيستنس اللي هي 75 تايمز 9.8 تايمز 245. الكلام بتاعك ده هيساوي، يلا بينا يلا بينا كالكليتر جميل اهو، ويلا بينا نحسب الحسبه بتاعتنا. 2 4 5 3 اصفار، 2 4 5 3 اصفار تايمز 0.15 الكلام ده بلس طب يلا شيل الاول 75 9.8 يلا بينا بلس 75 تايمز 9.8 تايمز 2 4 5 2 4 5 اقفل. الكلام ده بيساوي 216 8 2 5. تاني 216 8 2 5. الكلام بتاعك ده بالايه يا باشا؟ بالنيوتن. لو انت عايزه بالكيلو جرام ويت الكلام ده هتقسمه لي على 9.8 يطلع 22 125 كيلو جرام ويت. Find the force of the engine بالرقم اللي قدام حضرتك ده، قضي الأمر. بعد كده بيقول لك ايه؟ If the last car of the train of mass 49 طن is released after the train moves from rest for 4.9 minutes. آخر عربية من القطر انفصلت عنه بعد زمن مقداره 4.9 minutes من بداية الحركة لما كانت الانيشال فيلوسيتي بتاعته بتساوي 0. يبقى أنا عندي دلوقتي الفي انيشال كانت بتساوي 0 والتايم تيكن 4.9 تايمز 60 لأن هي بالدقايق، وعندك الاكسلريشن كانت ب 0.15. طب السرعة وقتها كانت كام؟ السرعة وقتها هقول لك هنا في نوت بلس الاي تي، يبقى 0 زائد 0.15 تايمز 4.9 تايمز 60. يبقى معنى كده ان السرعة ساعتها كانت بتساوي كام؟ 0.15 هعملها تايمز 4.9 هعملها تايمز 60. الكلام ده بيساوي 441 على 10 44.1 متر بير سكند. عظمة.
دي السرعة ساعتها. Find the time taken by the released car till it comes to rest. لحظة واحدة. دلوقتي العربية القطر اهو، العربية الأخيرة انفصلت عنه، يبقى هتمشي بإنيشيال فيلوسيتي اللي هي بتساوي 44.1 لغاية ما تقف اللي هي هتبقى بزيرو. تمام؟ تمام. أنا محتاج اكسلريشن بتساوي كام عشان أجيب لك التايم بيساوي كام؟ لأن هو بيقول لي إيه؟ find the time taken by the released car till it come to rest. توقفت، انفصلت عن القطر بعد 4.9 من تحركه، يبقى أنا هجيب سرعة القطر بعد 4.9 minutes من تحركه. ساعتها العربية الأخرانية انفصلت عنه، يبقى هتمشي بإنيشيال فيلوسيتي اللي هي الفاينل فيلوسيتي بتاعت القطر لما العربية انفصلت، تعتبر انيشيال فيلوسيتي. طيب المفروض ان العربيه المفصوله عن القطر هتبقى ماشيه تحت قوه ريزيستنس بس لغايه ما تتوقف وتبقى السرعه بتاعتها بزيرو. انيشيال فيلوسيتي. طب الاكسلريشن بكام؟ بدي؟ اوعى تقول كده، ده هتمشي باكسلريشن مختلفه وهتبقى بالنيجاتيف، ده هتمشي بريتارديشن، هتمشي بديسلريشن، لان مش هيبقى فيه قوه ايجابيه، هتبقى فيه قوه سلبيه بس. يبقى هقول لك نيجاتيف الار بتساوي ماس اكسلريشن. تمام. نيجاتيف الار بتساوي ماس اكسلريشن؟ قال لي نيجاتيف الار بتساوي ماس اكسلريشن. حلو قوي. طب بقول لك ايه؟ هو كان بيقول لي find if the last car of the train 49 طن is released after the train moves from rest for 4.9 minutes. Find the time taken by the released car till it comes to rest. بقول لسعادتك ايه؟ نيجاتيف الار بتساوي ماس اكسلريشن. طب هي الريزيستنس هجيبها لك من فين؟ هجيبها لك. هو مش كان بيقول في بداية المسألة ترين اوف ماس كذا، الماس بتاعت الانجن وبتاعت الترين move with acceleration if the resistance of the air and the frictions بكذا 75 كيلو جرام ويت، يبقى الريزيستنت ب 75 كيلو جرام ويت يبقى 9.8 تايمز كتلة العربية المفصولة لوحدها عشان اجيب الريزيستنس بتاعتها هي لوحدها. كانت كام طن العربية المفصولة دي؟ 49. بتساوي ماس اللي هي 49,000 كيلو جرام تايمز الاكسلريشن. هعمل ده كله ديفايد باي الكلام ده كله، هجيب لك الاكسلريشن. الاكسلريشن هتساوي نيجاتيف 75 تايمز 9.8 تايمز 49 ديفايدد باي 49,000. يبقى الاكسلريشن بتاعتنا هتساوي، يلا بينا، 75 تايمز 9.8 تايمز 49 ايكوال كذا ديفايدد باي 49,000. ايه في البراكت؟ الكلام ده بيساوي 147 على 200 متر بير سكند سكويرد، وطبعا بالنيجاتيف. عندك اكسلريشن وانا محتاج التايم تيكن، المفروض هقول لك ان الفي بتساوي في انيشيال زائد الاي تي. فاينل فيلوسيتي بزيرو، انيشيال ب 44.1 ماينس الاكسلريشن 147 على 200، وطبعا تايم. الرقم ده هيجي الناحيه الثانيه بالبلس، يبقى 147 على ال 200 بتساوي 44.1. طبعا هنا كلمه التايم، يبقى التايم بيساوي 44.1 تايمز 200 على 147. تعالى شيل ده وقول لي 44.1 تايمز 200
هيساوي 44.1 تايمز 200 هيساوي divided by 147. الكلام ده بيساوي 60. 60 ثانية يعني بعد دقيقة. بعد دقيقة من انفصالها عن القطر العربية المفصولة ستتوقف. سؤال كبير قوي، سؤال تقيل قوي. ايوه، ما على قد شغلكم على قد قيمتكم. يلا بينا. شباب رقم 8 بيقول لي ايه؟ A body of mass M kilogram fell down from a point 1 meter high above a sandy soil. ده free falling عادي جدا. يبقى انا دلوقتي عندي جسم وقع على ساندي سايل، على تربه رمليه. يبقى في انيشيال بتساوي 0 جرافيتي ب 9.8 من على مسافه 1 متر. تيجي نجيب السرعه هنا بتساوي كام؟ يلا. طب لو درست لك الحركه من الاي للبي، يبقى from الاي to B هقول لك ان الفي سكوارد ايكوال في نوت سكوارد زائد الاتنين جي اس. 0 2 9.8 تايمز 1 يبقى الفي سكوارد ايكوال ل 19.6. يبقى الفي بسكوير روت اوف 19.6 متر بير سكند. السرعة هنا بسكوير روت 19.6. الجسم بتاعك ده غرز في الرمل سي من عند نقطة سي، غرز جوه مسافة مقدارها 10 سنتيمتر يعني 0.1 متر. هيبتدي بانيشيال فيلوسيتي هي نفس السرعه دي امبيدد ادي 19.6. الجسم توقف بقى 0. انا محتاج اكسلريشن بتساوي كام؟ يبقى معنى كده ان لو درست لك الحركه بتاعتك سي من عند نقطة سي لنقطة دي، يبقى from السي to دي، وهمشي معاك واحدة واحدة بدول. هقول لك ان الفي سكوارد ايكوال في نوت سكوارد زائد الاتنين اي اس. ده هيبقى بزيرو. في نوت سكوارد ب 19.6 وبعدين ادي بلس 2 تايمز المسافه 0.1 تايمز الاكسلريشن. الرقم ده هيجي الناحيه الثانيه بالنيجاتيف، فهيبقى عندي الاكسلريشن بنيجاتيف 19.6 divided by 2 تايمز ال 0.1 يعني نيجاتيف 9.8 لا 98 متر بير سكند سكويرد. عظمه. وبعدين يا مستر انا كده بشتغل فيرتيكال موشن عادي. هو طالب مني ايه؟ طالب مني then find الام، علما بان الريزيستنس بتساوي 55 كيلو جرام ويت، يعني عاوز يقول ان الار بتساوي 55 تايمز 9.8. الايكويشن اوف ذا موشن هتتمثل في ايه؟ القوه ماينس المقاومه بتساوي ماس اكسلريشن. القوه عباره عن مين؟ قال لك عباره عن ام جي وزن الجسم ماينس مقاومته بتساوي ماس اكسلريشن. يعني عندك الام جي ماينس الام اي بتساوي الار، يبقى الام جي عباره عن 9.8 ماينس
خدت ام كومن فاكتور، جي ب 9.8 ماينس الاكسلريشن جبتها نيجاتيف مع نيجاتيف بقت بوزيتيف 98. الكلام ده بيساوي الار اللي هو عباره عن 55 تايمز 9.8. يبقى الام ب 55 تايمز 9.8 divided by 9.8 times 90 او بلس 98. حلويات. يلا بينا نشوف الفيلم ده. عندي فراكشن هكتب 55 تايمز 9.8 بتساوي ليه كده؟ بقول 55 تايمز 9.8 بتساوي الرقم ده divided by هفتح براكت 9.8 plus 98. 9.8 plus 98 اقفل ايكوال شكرا بتساوي 5 كيلو جرام. الكتلة بتساوي 5 كيلو جرام. سؤال رقم 9 جامد قوي جامد قوي، سامحوني يا اولاد بالله عليكم سامحوني يعني. A balloon of mass 560 kilogram was moving vertically upwards with a uniform velocity. لو هو at rest أو uniform velocity نفس الشيء، ده نيوتن فيرست لو اللي جاي على قد اللي رايح، قوة تساوي المقاومة. يبقى مبدئيا لو أنا عندي البالون أهو، لو في قوة بتشده لفوق ففي مقاومة اسمها ان جي، يبقى القوة بتاعة البالون بتساوي مقاومته لأن هو ماشي بيونيفورم فيلوسيتي. إذا القوة بتساوي كتلته كام؟ لأن هو الاف بتساوي الام جي أهي ام جي 560 تايمز 9.8 يعني الكلام هيساوي 560 تايمز 9.8 بيساوي 5 4 8 5 4 8 8 نيوتن. دي القوة الأساسية بتاعة البالون يونيفورم فيلوسيتي. وبعدين ايه اللي حصل؟ A body of mass 70 كيلو جرام فيل from the balloon. يعني كان في 560 وقع منه 70، يبقى المتبقي منه 490 ده الباقي. Find the magnitude and the direction of the acceleration of the balloon after the body fell أو left the balloon. هي القوة ثابتة بتاعت البالون. طيب لما يقع منه جسم يبقى القوة هتبقى أكتر من مقاومته، لأن هي القوة أساسا بده. ساعتها هقول لك إن الإف قوة الشد بتاعته بيتحرك لفوق ماينس الام جي هتساوي ماس اكسلريشن. رايت؟ القوة ثابتة ب5 4 8 8 ماينس الكتلة أصبحت بدل ما 560 بقت 490 تايمز 9.8. الكلام ده بيساوي 490 اكسلريشن. هعمل ده ماينس ده ديفايدد باي ده، يبقى الاكسلريشن بتساوي 5 4 8 8 ماينس 4 90 تايمز 9.8 5 4 8 8 ماينس 4 90 تايمز 9.8 ديفايدد باي 490. اجي احسب
الفيلم بتاعي ده هروح جاي قايل لك 5 4 8 8 ماينس 4 9 0 تايمز 9.8 بيساوي divided by 490. الكلام ده بيساوي 7/5 متر بير سكند سكويرد. وما دام بالبوزيتيف يبقى المفروض ان هو upwards. ما هو كان كتلته قد كده، فكان اللي جاي على قد اللي رايح، عشان كده كان ماشي بيونيفورم فيلوسيتي. لما جسم منه يقع فالكتله هتخف وقوته ثابته. القوه ماينس المقاومه هيمشي باكسلريشن بدل ما كان ماشي بيونيفورم فيلوسيتي. تمام؟ يبقى القوه بتاعته هتبقى قوه اكبر من مقاومته، فعشان كده سرعته هتزيد. تمام؟ كده نيوتن سكند لو اند. ده اند قوي، ده اند خالص، ده اند ببشاعه. مفيش ومستحيل يجي لك افكار اكتر من كده في الامتحان، ده مستحيل. امتحانك هيبقى اقل من الليفل ده بمراحل كتير، وانا على قد كلامي. اشوفكم على خير مع نيوتن ثيرد لو. السلام عليكم.